اهلا بيكم. انا اسمي احمد، ودي اول حلقة من حلقات الهجرة. هنتكلم فيها بشكل عام عن الهجرة لاوروبا او امريكا او كندا بصفة عامة، لان الهجرة واحدة. مبدئيا كده الآية القرآنية بتقول: ولو أن كتبنا عليكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. فالله سبحانه وتعالى جعل ألم فراق البيت والأهل والوطن يساوي تماما ألم الموت أو القتل. ولذلك الإنسان اللي بيهاجر هو إنسان خرج وشذ عن القاعدة اللي هي البقاء في الوطن. فالإنسان اللي بيفكر في الهجرة ده إنسان تفكيره مختلف عن اللي حواليه. مبدئيا الهجرة دائما ما تكون هي آخر حل لأي إنسان حاول بكل الطرق الممكنة تحقيق أهدافه في بلده وما قدرش، ولذلك اختار الطريق الصعب. يجب أن يتوفر في المهاجر صفات مختلفة عن اللي حواليه، ويفترض أن يجد في نفسه القدرة في التغلب على المشاعر. دي كانت مقدمة مهمة عن الحلقات الجاية اللي هنتكلم فيها عن إزاي تأهل نفسك في خطوة ما قبل الهجرة. هقدر اوصف لك شكل الحياة في الايام الاولى للهجرة، وازاي تواجه الكالتشر تشوك اللي هو الصدمة الثقافية اللي كلنا مرينا بيها. هنتكلم عن صاحب البيزنس الجعان اللي منتظر اي مهاجر جديد عشان يمص دمه، مستغل عدم معرفته بحقوقه وبالقوانين اللي الدولة بتوفرها له. وهنتكلم كمان عن صفات المهاجر الشاطر، وازاي يقتنص الفرص، وازاي يواجه صعوبات اللغة في الفترة الاولى. هحكي لك عن تجارب ناس قبليك، في منهم نجح ومنهم فشل عشان تتعلم منهم. واخيرا ازاي تواجه الصدمات، سواء صدمات مادية او نفسية او صدمات متعلقة بخيانة اقرب اصدقائك في بلد المهجر.